ودائما مع السهل والسريع. أسهل وجبة سريعة التحضير بدون صلصة ولا كريمة ولا حليب للغداء أو العشاء. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج، علاش لا، باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا و100 ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى. ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش يتشاركوا في القناة ويوصلهم كل ما هو جديد على قناة سكينة الصويرية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. واول حاجه والمكون الرئيسي والاساسي في هذه الوجبه وهي البطاطا. عندي هنايا تقريبا ما كاملاش نص كيلو ديال البطاطا، واحد 400 غرام ديال البطاطا اللي كنسلقوها في الماء مع واحد رشه من الملح. بعد ما كنسلقوها مباشره وهي مازال سخونه باش كتعجن لينا بكل سهوله، كنضيف هنايا 3 ديال القطع من الفرماج المثلث. اللي ما عندوش فرماج مثلث ممكن يضيف 2 معالق كبار من الجبن الجبلي او اي جبن متوفر عندكم. عندي رشه من الملح، واحد شويه ديال البزار، واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر. صدقيني سيداتي الزعتر كيعطيه واحد المذاق رائع جدا. اللي بغى يضيف، اللي ما كيبغيش الزعتر اكيد غادي يضيف هنايا شويه ديال القزبور معدنوس، وانتم لكم الاختيار واكيد الاذواق كتختلف. كناخذ هنايا هاد المعاسه هادي راه كتباع غير في المعرض ديال 5 دراهم، يعني كدير غير 5 دراهم تتنفعنا بزاف بزاف. بلا ما نخدموا بالفورشيط كتحرقنا وكتعطلنا باش نبجغوا او نمعسوا هاد البطاطا مزيان مزيان. كنحاولوا نمعسوها مزيان مزيان وهي محدها باقا سخونه باش كيدخل فيها داك الفرماج والتوابل وكتجينا ناعمه. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما عجننا داك البطاطا ديالنا كناخذ اما مولات فرديين او ديمول عائلي يعني الحجم الكبير، وانتم لكم الاختيار. انا درت هنايا 3 ديال ليمون فرديين. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا البطاطا وكنطلعها بشويش بالجوانب بالسباتيل او بالملعقه كيف ما موضح قدامكم في الصوره، ونتمنى الشرح يكون واضح والصوره كذلك اوضح. نمروا المرحله المواليه. من بعد ما قدينا البطاطا كناخذ هنايا حبه من البصل اللي تكون مفرومه ناعمه، كنزيدوا لها واحد 2 معالق من الزيت بدون اضافه اي توابل حتى كتشحر لينا على خاطرها على نار مهيله وكتعلك لينا وكتذهب لينا على هذا الشكل هذا. هاد الاضافات كيبقاو اختياريين. ممكن الحشوه ديال هاد البطاطا اللي درنا نديروا ليها الدجاج، نديروا لها الطونه، المرتديلا، الكفته، او ما نديروش نهائيا اللحوم، نديروا غير خضر. مثلا نديروا الكروجيت اي القرعه الخضراء او الجزر او ليشو ونشحروهم ونديروهم مع البطاطا، يعني كيبقى غراتان نباتي ديال الخضر. انا درت هنايا واحد شويه ديال الدجاج، تقريبا واحد 250 غرام ديال القطع من الدجاج اللي ضفت شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وضفتهم على داك البصيله. من بعد ما تشحرت ليا مزيان مزيان، غير النار تكون شويه مجهده باش داك الدجاج ما يطلقش لينا السوائل اي الماء، يتشحر لينا مزيان مزيان. مباشره غادي نديرو هنايا في هاد القوالب كيبقى لكم الاختيار. نديرو واحد شويه ديال الجبن نفرشوه في الاسفل، ودا انا استعملت هذا يعني الحجم الاقتصادي وما درتوش كامل، راه بقى لي منه تقريبا النصف. اللي ما عندوش هذا الجبن هذا ديال الموتزاريلا ممكن ديروا الجبن المربع ديال الساندويتش، داك الجبن الورق نفرشوا كل ورقه نقطعوها مربعات ونفرشوها في الاسفل. عاد كنديروا داك التعميره ديال الدجاج والبصله، وكيف ما قلت لكم نتوما تعميره غديروها في المتناول وفي اللي موجود عندكم. كنزيد نكمل هنايا ندير شويه ديال الفرماج، وكيف ما قلت لكم اللي ما عندوش موتزاريلا غيدير فرماج ديال الورق. غندخلوا للفران مده تقريبا واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق غير كيذوب لينا داك الفرماج. الدجاج راه محمر يعني شحرناه، وعندنا البطاطا راها طايبه، غير مجرد ما كيذوب لينا داك الفرماج تنخرجوا الكغاتان ديالنا بدون صلصه البيشاميل ولا حليب ولا بيض ولا زبده. كيجي من اروع ومن اسهل ما غتجربي في الوصفات السهله والسريعه. نقدموه كوجبه غداء او عشاء ما غتشبعوش منه. غير ناكد على اضافه الزعتر، يا سلام واحد الرائحه وواحد المذاق روعه. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم او الاقتراح وجبه غداء او عشاء ان شاء الله تكون مكوناتها في متناول
الجميع. كنشكركم متابعة، وما تنسوناش من لي لايكات ديالكم ومن البارطاج ومن التعاليق البناءة. ومرحبا بكم دائما مع سهل وسريع على قناة سكينة الصويرية، ودمتم في رعاية الله، فرصة مقبلة إن شاء الله.